كنت نقرا في كتاب شارل باغبي جوهرة المغرب تلمسان تصاور ورسومات من الجزائر، وفي صفحة 129 وصلت لعنوان حيرني وبقيت منتبه: أبور الملك بوعبديل. يقول فيه باغبي: ما نويتش نحكي هنا حكاية ملك غرناطة اللي من بعد ما خضع للملك فرديناند وإيزابيل الكاثوليكية نفاوه عام 1491 على يد الجيش القشتالي. حبيت نذكر باختصار كيفاش الملك بوعبديل اللي لجأ لإفريقيا مات في تلمسان فين استقبلوا السلطان مولاي محمد، وحبيت نذكر كيفاش في ظروف غريبة صابوا الروسية نتاعو في هذه المدينة العريقة. في الأول حسبت هذا الشيء خرافة، لكن في كتاب مدن الجزائر تلمسان نتاع لوي بيس وجوزيف كانال في صفحة 77 قريت فقرة زادت مفضولي. يقولوا فيها: بمبادرة من السيد شارل بغوسلاغ كل النقوش والصوالح القدام نتاع التاريخ اللي صابوهم في تلمسان والضواحي نتاعها بعد الاحتلال رتبوهم. هاد التحف يقولوا المؤلفين حتى إلى ما زالت قليلة لموهم وحطوهم في المتحف، كل وحدة تذكر عصر فات ولا حدث تاريخي يستاهل اهتمام الباحثين والسياح. ومن بين أهم التحف اللي موجودة روسيا من أوشا في الرخام نتاع أبور السلطان أبو عبد الله بن أبو الناصر سلطان غرناطة اللي مات منفي في تلمسان. باش نعرف شكون شارل بغوسلاغ فتشت في كتاب نتاع فرانسوا بويون قاموس المستشرقين الفرنكوفونيين. يقول بويون في صفحة 151: البلدية كاملة الصلاحيات تأسست بمرسوم إمبراطوري، وتلمسان في 1854 ولات تاني دايرة. المناصب 3: مراقب مدني في 1853، رئيس بلدية من 1854 ل 1858، وسوبريفي في 1859. كلهم تولاهم السيد شارل بروسلار اللي كان تاني كاتب عدل وقاضي صلح. هو اللي أسس المكتبة والمتحف وقدم خدمات كبيرة لتاريخ تلمسان من خلال اكتشافاته الأثرية وغيرها في هذه المدينة. المؤلفات نتاعو النقوش العربية في تلمسان في 1858 و 1862 تبين باللي كانوا متدورين به علماء مسلمين كبار كما المفتي سي حمو بن رستان. بهذه المؤلفات رجع بروسلار لدولة بني زيان المكانة نتاعها واعتبرها ماشي مهمة غير محليا بل وطنيا كمؤسسة للوحدة الترابية للجزائر. وفي 1860 الشرف بداته في تلمسان على حفريات المآبر أمراء بني زيان وأبور بوعبديل آخر سلاطين غرناطة. وفي التالي صبت مقال مهم كتبه بروسلار عام 1876 بعنوان مذكرة أثرية وتاريخية على مآبر أمراء بني زيان وبوعبديل آخر سلاطين غرناطة، اهداه لتلمسان. في صفحة 159 يقتبس بيت للشاعر الروماني جوفينال من الهجاء العاشر يتكلم فيه على غرور الطموحات البشرية: المجد، المال، القوة، الجمال، حتى حاجة فيهم ما تدوم. يقول هذا البيت كي نترجموه: حتى حاجة ما تهرب من المكتوب، حتى الحجر اللي فوق الأبور، بالمعنى حتى الأبور اللي يرمز للخلود والذاكرة آيل للزوال والنسيان، وبالك حتى التدنيس. وفي التالي تاع المقال كتب غوسلاغ: نطالب بحاجة واحدة، كنا احنا الأولين اللي نبهنا لأهمية هذا الأثر التاريخي المثير، مهم بالاسم اللي يذكروا والعجيب بالظروف اللي مر بها. الشيء اللي ماشي تشوفوه وتسمعوه اقتبستو من المقال نتاع شارل بغوسلاغ اللي ذكرتوه في التالي. نوليو لتلمسان في عام 1851 قدام الجامع المعروف باسم الإمام الصالح العالم الكبير الأستاذ الفقيه تاج الرجال الزهاد والعباد في وقته سيدي إبراهيم المصمودي. في
هذا العام القيادة العسكرية الفرنسية قررت تحل طريق تفوت في وسط النسيج العمراني القديم، وباش يتم المشروع لازم يهدوا شحال من دار عربية قديمة قريبة من المدرسة اليعقوبية. في الردم قدام باب واحدة من هاد الديار، الخدامين اللي كانوا يهدوا صابوا بالصدفة روسية نتاع الرخام شابة كانت عتبة نتاع ديك الدار. فوق هاد الروسية كان منقوش عليها كتبة طويلة بصح باين عليها قديمة، الحروف نتاعها نصها ممحي، وباب الدار اللي كانت فوقها بالحل والبلع خلاو فيها حفر حفر. العامات والسنين والعفيس بقدام الصبابط والنعايل حك الطبقة الفوقانية نتاع الروسية. منين جات هاد الروسية؟ واسم مكتوب فوقها؟ حتى واحد ما كان عارف. اللي معروف بقات الروسية في بلاصتها قرون طويلة. شارل بغوسلاغ يتساءل كيش صرا باش روسية أبور بوعبديل ولات عتبة نتاع دار؟ هالخدمة اللي تسمى نوع من التدنيس لأبور بوعبديل. بغوسلاغ شاف فيها امتداد للعداوة اللي سمت الأيام التالية في حياة بوعبديل وتبعته حتى بعد الموت كإهانة للذاكرة نتاعو. كلي اسمه ملعون وخاص يبقى يتمشاو فوقو بالصباط. يقول بروسلار تصرف كي هذا غريب على المسلمين، بالخصوص على شخصية في مقام السلطان. وعلى هذا حاول بروسلار يفسر هذه الظاهرة. يقول على حسب ما يظن هذا الشيء صرا في بداية القرن السادس عشر، كي السبنيول ردوا بلادهم طردوا المسلمين وبداو الغزو من وراء البحر، استولاو على وهران وبداو يهدوا في تلمسان. في ذاك الوقت ولاد الأندلس من اللاجئين كانوا عاد يتألموا على غرناطة اللي خسروها. كي سمعوا بالسبنيول القراب تفكروا العذاب والدل اللي شافوه على يديهم. الزعاف والحقد خلى البعض منهم يعتبروا بوعبديل سبب بؤسهم وضياع بلادهم ودينهم. هكذا ممكن يكون واحد من هادو بحماس أعمى حفر أبور الملك المسكين ونحى الروسية نتاعو بتصرف بقى لغز حتى من بعد 3 قرون ونص. في التالي بروسلار ختم المقال نتاعو ويقول يمكن تكون هاد الأفكار جريئة شوية، بصح في غياب دلائل تاريخية باينة نقدو نقبلوها نسبيا، وهذا العذر نتاعنا. نمشيو للأندلس. بوعبديل الحاير اسم يعمل في وقت حلاوت يرفد فيه قرار في موضعه، يا ينقذ شعبه من الموت يا يضيع كل شيء. قدام الحاشية نتاعو رفد القلم الذهبي وغمسه في المداد الكحل باش يوقع الوثيقة اللي يتنازل فيها على العرش. بعد ما فكر مليح وقع بحركة ثابتة، بصح عينيه كان يبان فيها الحسرة والألم على شعبه، واسمرا مخبيله المكتوب. كي طاحت غرناطة الملك المخلوع خرج من مدينته بالسكات، لكن قبل ما يغادر ودع الشعب بصوت متأثر. من بعد توجه على ظهر عوده للميناء القريب. كانت تسناه تما سفينة شراعية باش توصلوا لمنفاه بعيد على أرضه الضايعة. الرحلة كانت صعيبة، مواج البحر الغضبانة كانت حابة تبلع آخر آماله، لكن بعد أيام العاصفة ظهر من بعيد الساحل الإفريقي. نزل في وهران عيان مدقدق بالصح باقي حي. من تم واصل الطريق لتلمسان، المدينة اللي استقبلته استقبال الملوك وضيفوه باحترام كبير. تلمسان المدينة الكريمة صبحت الملجأ التالي لبوعبديل وآخر محطة في حياته. بهذا الوقت يخص نعرفوا اسم صرا للروسية نتاع بوعبديل كي صابوها. الخدامين عطاوها للسلطة العسكرية اللي كانت تهتم بالحفاظ على الآثار. حطوها في نادي ضباط العسكر وبقات تما شحال من عام. جربوا كتر من مرة يقراو الكتبة المنقوشة، بصح ما أدوش ولا ما عرفوش. يقول بروسلار في 1857
الجنرال دو بوفور دوتبول اللي كان القائد الأعلى لمنطقة تلمسان، كان يهتم بالأبحاث نتاعنا. عطانا الروسية باش نحطوها في المتحف تاع المدينة اللي كان عاد كيبدا يتأسس. ومن ذاك الوقت الروسية نتاع آخر سلاطين غرناطة بقات محطوطة تما كواحدة من الآثارات في المجموعة اللي كان يسخر بها متحف تلمسان. النقش اللي فوق روسية بوعبديل مكون من 32 سطر، متداكسة ومنحوتة على رخام لونيكس. طول الرخامة 91 سنتيم، عرضها 44 سنتيم وسمكها 6 سنتيم. طبع الحروف أندلسي من النوع الرقيق، زاللها تقريبا كل الخطوط ديالها. يبان كي تشوفوا لأول مرة كلي مخلط مبعتر ويشوش العين، كلي صعب على بنادم باش يقراه. البقع في أصل الرخام والخطوط الكتيرة الملونة اللي فيه تزيد تصعب الدعوة. القراية نتاع نقش كما هذا اللي قدام بزاف يتطلب وقت طويل. يقول بغوسلاغ اضطرينا نحاولوا أكثر من مرة وما فهمناش تعاش هذا النص المنقوش. زدنا بلا ما نملو حاولنا كتير حتى بدا يبان الخيط، وفهمنا باللي نقش جنائزي ماشي نتاع من مكان، تاع سلطان غرناطة. وبشوية الضوء بدا يبان والصعوبة نقصت كل ما غمقنا أكثر في الموضوع. بصح وبكل صراحة المجهودات اللي بدلناها ما كانتش دايما ناجحة بلا تعاون مثقف المسلم الصبور مفتي تلمسان المرحوم سي حمو بن رسطان. ومع هذا النسخة اللي وصلنا لها ما زالت فيها بعض النقائص وربما بعض الأخطاء في الفهم. هذا هو النص اللي أدينا نفكوا الخط نتاعو. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. قبر سلطان قد مات في حال انجلائه، بتلمسان غريبا مهملا بين نسائه، بعد أن جاهد ومن أبى إلى جهد اعتنائه، حكم الدهر عليه قهر أحكم قضائه، وأتاه الله صبرا عند إنزال بلائه، فسقى الله قبره دائما غيث سمائه. هذا قبر السلطان العادل الهمام الحافل المجاهد الكامل، مولانا أبي عبد الله الغالب بالله، أمير المسلمين وخليفة رب العالمين، ابن مولانا أمير المسلمين المقدس أبي الحسن، ابن أمير المسلمين أبي الحجاج، ابن أمير المسلمين أبا عبد الله، ابن أمير المسلمين أبي الحجاج، ابن أمير المسلمين أبي الوليد، ابن نصر الأنصاري الخزرجي السعدي الأندلسي، قدس الله تربته ورفع في الجنة مرتبته. جاهد في وطنه الأندلسي في نصرة الإيمان، وعمر أفواه بطاقة الرحمن، وباشر بنفسه الكريمة في مواطن عديدة بمواقف شديدة، في ملاقاة جيوش متكاثرة من عبدة الصلبان بجماعة قليلة من الفرسان. ولم يزل أيام إمارته وخلافته يجاهد في الله حق الجهاد، ويقابل بشرذمة قليلة من الجند زمر الأعاد، ولم يكن له من هلكهم الله على معظم الوطن كلما قدر الله من والغربة والمحن. فوصل مدينة تلمسان ولم يزل بها مقبول المقر متواصل الأحزان، ثم كان ما قضى من لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، حتمه على العباد لقوله كل نفس ذائقة الموت. قد سبق علمه مفاته في حال غربته عن وطنه ووطن أجداده، الملوك الكبار، سلالة الأنصار، حماة دين المصطفى المختار، ورفعه الله في أعلام السعادة علما، وتغمده برضاه بين العشاءين من ليلة الأربعاء غرة شعبان عام 99 و800، وله من العمر نحو 40 عام بقدر لك عندما بلغ الكتاب حده المحدود. يا رب واقبل لي جهادا، إنني أخشى يكون لك بالمردودة، منجد إلا الجهاد وسيره المحمود، والقصد عفوك والنجاة بغيتي، فبجاه أحمد لا تخيب قصودا. على حساب شارل باغبي الروسية تاع بوعبديل
ما وصابتش في متحف تلمسان اللي كانت محطوطة فيه مع نهاية القرن 19. فيريها ربي يعلم. قبل ما نختم هذه الحلقة، يبان لي قلب بوعبديل اختار تلمسان أرض للمنفى، كلي روح الأندلس سبقاتو ليها.